دي فترة والنبي ما تلعبني. فرقة مانشستر يونايتد كانت بتلعب بالشوكة والسكينة، خايفة قوي لا تخسر أي لعيب فيها. كلام في الكورة مع أحمد نصر. اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب أو اشتراك في القناة. يلا بينا نبتدي. في بداية المباراة مانشستر يونايتد كان متحفظ جدا وكان بيلعب كورة خفيفة جدا جدا جدا، وكان إيريك تين هاج بيحاول يأمن على قد ما يقدر ويحافظ على لعيبته. اوكي بس استون فيلا كان ند مش سهل، وبطولة يعتبر في الدوري الانجليزي او يعتبر من البطولات اللي الفرق بتلعب فيها بالسكند تيم. دي بطولة يعني تقدر تاخدها فرقة زي استون فيلا. فإيمري كان عنده طموح وقدر يوصل من خلال طموحه ده ان يسجل هدف في مانشستر يونايتد، ولكن الفرقة اتفاقت وقالت ان لا، كاس العالم لسه بدري 2011، احنا دلوقتي في مباراه لازم نكسب. وعلى طول بعد دقيقه ما دخل فيهم جول سجلوا التعادل، ولكن ما زال الطموح بتاع إيمري لسه زي ما هو وعايز يكسب المباراه، وقدر برضه انه يضغط تاني على مانشستر يونايتد وقدر يفكك خطوط الدفاع اللي هي سهل جدا حد يفككها. بالمناسبه انا لسه هتكلم عن إيريك تين هاج، بس نقدر نقول ان هو قدر يسجل الهدف الثاني. انتفاضه بقى قويه جدا لفرقه مانشستر يونايتد وباستعراض عضلات وقوه وفي الملعب، وابتدى يعمل تغييرات إيريك تين هاج ان يفوق بيها الفريق. قدر يخلص المباراه كام؟ قدر يخلص المباراه 4-2. نتيجه مهمه جدا، دفعه قويه لفرقه مانشستر يونايتد. بصراحه إيريك تين هاج انا كنت من الداعمين ليه جدا، لانه مدرب صاحب فلسفه، ولكن لما تأفور في اي حاجه بتمسخ. فإيريك تين هاج لما يبتدي صدامه الاول في لعيب من نادي مانشستر يونايتد يكون كريستيانو رونالدو، اعرف ان ده مدرب غير مسؤول تماما، وانه يفرض عضلاته على اهم نجم فرقه مانشستر يونايتد واحد نجوم واساطير العالم. اعرف ان ده مدرب لسه ما خدش خبراته. تاريخ إيريك تين هاج كله 2 دوري هولندي وكام بطوله في تانية. الموضوع كله بيتحس كده ان في ضحك، ولكن اللي جابوه ايه؟ انه مدرب صاحب فلسفه وطريقه لعب مميزه يقدر من خلاله يخش مع المدرسه بتاعه مانشستر يونايتد يطلع منتج جميل جدا في وجود سلاح قوي جدا من اهم اسلحه الهجوم هو كريستيانو رونالدو، احسن فينشر في تاريخ الكره، ولكن هو ما قدرش يستخدم كل ده. السنه دي عمل اسكواد عالي جدا. مشكله مانشستر يونايتد وهي ان في حاجه ناقصه، وان التكتيك بتاع إيريك تين هاج مش ماشي، وان الدوري الانجليزي اصعب دوري تقدر تنفذ فيه خطط وتقدر تنفذ فيه تكتيك، لان الريتم بتاعه سريع جدا. عايز ان انت يكون عندك عقليه بكواليتي مختلف، لعيبه بكواليتي مختلف. فلما يكون معاك سكواد زي سكواد مانشستر يونايتد وانت ادائك يكون وحش، يعني مانشستر يونايتد بالسكواد اللي انا شايفه ده هو على فكره مش وحش خالص ومش سيء خالص ومش بالسوء اللي انت تشوفه وتقول فيه ان الفرقه دي معقوله في مركز خامس مركز سادس في الدوري الانجليزي. الفرقه دي يعني تفنش ثالث رابع وتنافس على الدوري كمان. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ اتفرج على ارسنال. انت مش بتتفرج على ارسنال؟ مش بتابع جيد للدوري الانجليزي؟ شوف ارسنال مع ارتيتا بيعملوا ايه، شوف ارسنال مع اقل الامكانيات بيعملوا ايه. انت عندك في مانشستر يونايتد جميع انواع الاسلحه الهجوميه، من برازيلي لانجليزي لخط دفاع فيه واحد زي فاران سريع، انت تقدر تدوس وتقوي. يا عم احنا هنروح بعيد قوي ليه؟ تعالى يابا هنا، تعالى بص يابا هنا في الخراره بتاعتنا بتاعت الدوري المصري. شوف فيريرا بيعمل ايه، بيعمل من فسيخ شربات. المدرب هو اللي بيحول اللعيبه، المدرب هو اللي بيحول اللعيبه اللي يقدر من خلاله يعلي لعيب ويوطي لعيب. فما تجيش تقول لي السكواد ولاعيبه متخاذله مش لا، هو مدرب. ما زال مانشستر يونايتد في حاجه لمدرب شخصيه قويه، ولما تيجي شخصيه قويه اول حاجه تفرض فيها قوتها وعضلاتها على كريستيانو رونالدو، اعرف ان ده راجل في البطيخ، اعرف ان هو راجل في البطيخ حرفيا.
اتمنى اشوف توهج كروي في مانشستر يونايتد، اتمنى اشوف مانشستر يونايتد الطبيعي اللي بينافس على الشامبيونز ليج، اتمنى اشوف مانشستر يونايتد صاحب لقب اليوروب ليج، اتمنى اشوف مانشستر يونايتد في احسن حته، لان انا بحب نادي ذو تاريخ كبير جدا في اوروبا وفي الدوري الانجليزي اسمه مانشستر يونايتد. كان معاكم احمد نصر، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه. الى اللقاء.